طبعا سلاحف النينجا واحدة من أنجح العلامات التجارية في التاريخ، واللي اتعملت بص كل حاجة، أفلام، مسلسلات، كوميكس، حتى ملايات سرير، أي حاجة تتخيلها وما تتخيلهاش هتلاقي سلاحف النينجا موجودين فيها. النجاح الكبير ده كان عمره ما هيحصل لولا المسلسل اللي اتعمل سنة 87، واللي هو طبعا أول مسلسل للسلاحف، هو كان السبب في الانتشار اللي وصلوا له السلاحف. فيديو النهاردة بقى هنتكلم عن المسلسل ده وعن قصته وهو حلو ولا لأ وإيه دنيته بالظبط. أولا بس حابب أفكرك لو وراك صلاة أو أي حاجة مهمة خلصها الأول وتعالى اتفرج على الفيديو، لانه كده كده مش هيطير يعني. منساش تصلي على النبي ويلا بينا ندخل في الموضوع. طبعا المسلسل ده كان مختلف كتير جدا عن اصل السلاحف بتاع الكوميك. طبعا في اختلافات كويسه جدا، زي طبعا ان هو اول حاجه ادت لكل واحد من السلاحف لون، وكمان الاختلاف الاهم والافضل بالنسبه لي هو طبعا القصه الاصليه بتاعت هاماتو يوشي او سبلنتر، لان هنا لاول مره في التاريخ عندك هاماتو يوشي هو سبلنتر، لان في الميراج اصلا سبلنتر كان مجرد الفار اللي كان بيربيه هاماتو يوشي، ولما هاماتو يوشي مات سبلنتر اتحول بعدين. لكن هنا الخلاف بين هاماتو يوشي واوروكوساكي مختلف برضه. فخلينا نحكي على السريع كده القصه الاصليه بتاعت هاماتو يوشي بتاع 87. كان عندك هاماتو يوشي واوروكوساكي الاثنين تلاميذ في الفوت كلان، واللي هي يعني كانت عشيره كويسه ما فيهاش مشاكل. لكن اوروكوساكي بيغير من سبلنتر ويلفق له تهمه تخليه يطرد من العشيره. عاش بقى يوشي وسط الفيران في المجاري من كتر الفقر، ودي حاجه مش منطقيه قوي بصراحه بس عديها. كان عايش بقى وسط الفيران وحاجات زي كده، بس في مره بيلاقي حاجه غريبه جدا، يلاقي 4 سلاحف عليهم ماده غريبه، يجي يشوف المشكله فيهم ايه. طبعا السلاحف اخر حاجه لمسوها هم هاماتو يوشي، فهم بقى عندهم وعي وعقل، وسبلنتر كان اخر حاجه لمسها قبل ما يلمسهم كانت الفيران، فبقى طبعا سبلنتر اكيد فيربيهم ويعلمهم الفنون بتاعت النينجا اللي كان يعرفها من زمان، لحد طبعا ما بقوا بالهيئه اللي احنا عارفينها. واللي بصراحه دي مش افضل قصه لسبلنتر، لكنها معقوله نسبيا، مش اوحش حاجه. طبعا بالنسبه لنا افضل اصل بتاع 2012 اكيد. وعندك طبعا اوروكوساكي، واللي بعد ما لفق التهمه لهاماتو يوشي خد اصلا الفوت كلان وخلاها عشيره اشرار بقى وكده. الفكره ان الشريدر ده كان اهبل قوي بصراحه، يعني لو جيت قارنته باي نسخه للشريدر فهو يعني عبيط. حتى في الفيلم لما جم يرجعوهم في تيرتلز فوريفر كان شريدر 2003 بيعمل كل حاجه هو زي العبيط عمال يخش ويطلع. وطبعا شريدر كان معاه صديقه اللي هو الكرانج او الكرعون او ايا كان اسمه ايه، وكان برضه اهبل جدا. يعني مثلا لو جيت تقارن بتاع 2012 حرفيا الكرانج بتاع 2012 غزا نيويورك قبل كده وتعاون مع شريدر اكتر من مره، بس كان تعاون مؤثر. بس احنا مش جايين نتكلم على احداث وكده، لان المسلسل اصلا كان متوجه للاطفال. ما هو طبيعي سلاحف النينجا تبقى متوجهه للاطفال، ما تفهمنيش غلط، لكن قصدي كان قبلها زياده عن اللزوم، والقصه كانت ضعيفه. وحتى كيفن ايستمان وبيتر ليد ما كانوش راضيين اساسا عن القصه، اللي هم طبعا مؤسسين فكره سلاحف النينجا. فهو المسلسل نجح نجاح رهيب طبعا، لكن اصلا اي كلام. لكن طبعا ما نقدرش ننكر دوره اللي هو اللي على السلسله. تخيل بقى المسلسل استمر قد ايه، 10 مواسم، بدأ 87 وانتهى 96. اخر موسمين كانوا دارك اكتر، لكن برضو نفس الفكره يعني ما اختلفش كتير. واساسا بدأ يفشل في اخر موسمين تحديدا، ما عادش بيبقى ناجح قوي، لان وقتها كان طلع مسلسلات احسن زي باتمان كان لسه نازل له مسلسل وكذا حاجه تانية. وطبعا بيتعرض في مصر سنه 92 في النسخه بتاعه طارق نور، نجح طبعا نجاح باهر وغزا عقول الناس هنا وبره حتى. عشان كده ممكن تلاقي حاجه بايخه زي بتاعه النينجا تيرتلز اللي هو نازله اليومين دول دي، بس هو في العموم مش مسلسل وحش، لكنه اضعف مسلسل للسلاحف طبعا عشان اول حاجه. فانت قول لي ايه رايك في الفيديو ده، وايه رايك في المسلسل ده، شفته اصلا او ما شفتوش؟ وانا خلاص خلصت كلامي وبس. سلام. النينجا تيرتلز واقعين في مشكل. واقعين في مشكل.